فيها، والمقدم حمزه معاه. روح انت. تمام. اهلا يا حمزه. اقعد يا سليم. الدكتور غير له الدواء. الدواء القديم جسمه خد عليه. هيبقى كويس. قول لي يا سليم، كان قدامك فرصة بعد ما هربت من السجن تهرب بره البلد، ما هربتش ليه؟ كان قدامك فرصة تقتلني يا سليم، ما قتلتنيش ليه؟ مش دلوقتي. تطلع المستشفى دلوقتي وتاخد معاك قوات كافيه. عايزك تحاصر مكان كويس بحيث ما تديش فرصه لسليم يخرج منه باي طريقه. سيادتك هنحاصر المستشفى ليه يا فندم؟ انا كنت بفكر في ان احنا نخش المكان نجيبه من جوه ونخلص. ما تعملش حاجه من نفسك، دي مستشفى. عارف يعني ايه مستشفى؟ انت تحاصر المكان وبس. يا اما حمزه يطلع بسليم يا اما تكلمني وهقول لك تعمل ايه. مفهوم؟ مفهوم سيادتك. شيخ جابر، سليم راح يزور ابوه في المستشفى والبوليس طلع وراه دلوقتي عشان يقبض عليه. بتخططوا ليه يا سليم؟ ناويين على ايه؟ وأسئلة تانية كتير هتفضل تسألها لي مع إنك عارف ومتأكد إن أنا مش هجاوبك عليها. بس أديك بتشتري وقت لغاية لما أصحابك يوصلوا. إلا صحيح ومتأخرة أوي كده ليه؟ لو سمحت جوه بعد اذن حضرتك. اتفضلي جوه. جوه. شكرا. مصطفى. تمام يا فندم. قفل لي كل المخارج والمداخل بتاعت المستشفى. محدش يدخل او يخرج. مفيش خرم ابره يتساب. يلا. تمام يا فندم. محمد. نعم يا فندم. هات لي مدير المستشفى هنا حالا. حاضر يا فندم. الموضوع خلصان يا سليم. سلم على ابوك. اخر مرة هتشوفه فيها. محدش عارف. ايه ده؟ انت يا ابني انت وهو خليكم مكانكم ما تتحركوش، وانتوا تعالوا معايا اعملوا المخارج والمداخل. يلا. اطلع بقول لك. مش موجود. دورت عليه في كل الاوض ما لقيتوش. هرب ابن الكلب. هرب ازاي بس؟ انت كان لازم ما تخليهوش يخرج. كان لازم تعمل كل المخارج يا باشا. الله عليك يا حمزه باشا، ما هو كان معاك ما عجزتوش ليه؟ ضحك علينا هو والهانم بتاعته، خلانا نفتكر ان هو راح يقابلها ويجي هو هنا عشان يقابل ابوه، بس وشرف امي ما انا سايبها. انا هرجع لها تاني واخليها تتكلم. بهاء. طب على غدا بهاء. قبضت عليها. عندك مشكله؟
كانت فرصه. لما نبقى عارفين سليم فين وامتى تبقى فرصه. ما كانش ينفع ابدا نسيبها تضيع من ايدينا. تحطوا حراسه على اوضه فواز في المستشفى 24 ساعه، ولازم تعرفوا اللي داخل واللي خارج يبقى مين. اما بقى بالنسبه لغاده، يا فندم غاده هي اللي ساعدت سليم. انا من الاول قلت لكم يا فندم غادة ما ساعدتش سليم، غادة ساعدتنا أنا. أنا قلت لهم إن أنتِ ساعدتيني وقلتي لي إن سليم رايح يزور أبوه في المستشفى. كده أنتِ قدامهم مش غلطانة في أي حاجة. عملت كده ليه؟ يعني مش عارفة ليه. إيه اللي مطلوب مني دلوقتي؟ ولا حاجة ولا أي حاجة يا غادة. لو عايزة تمشي اتفضلي، محدش هيمنعك. غادة أنا حاولت أعتذر لك كتير أوي. حاولت أقابلك علشان أشرح لك إن اللي حصل ده كان غصب عني. أنتِ عارفة طبعا إن أنا مستحيل كنت أقصد إن والله ما في يوم عدى قدرت أنسى ولا حتى سامح نفسي. أنا آسف، مع إني عارف ومتأكد إنك مش هتسامحي، بس أنا آسف. هذا لو قررتي تشتغلي مع سليم تبقي كده هتشتغلي ضدنا. ساعتها مش هقدر أعمل لك أي حاجة، فاهمة طبعا. ينفع أمشي دلوقتي؟ طبعا يا سيد. عملت ايه؟ سبتها تمشي يا فندم. ماشي، ما تبقاش تداري عليا تاني يا حمزه. يا فندم انا عملت كده علشان انا ما يهمنيش انت عملت كده ليه، ما دمت في الاخر بتوصل اللي احنا عايزينه. انا ما رضيتش اكلمك قدام بهاء، بس اعمل حسابك من هنا ورايح غدا دي هتكون مسؤوليتك انت، فاهم؟ مش ساعتك يا فندم. المهم انا عايزك تروح للواء صبري في بيته وتعمل اللي هقول لك عليه. قلت لك ما تروحش المستشفى وبرضه ما سمعتش كلامي ونفذت اللي في دماغك. وانا قلت لك ان هو لوحده وانا مش هينفع اسيبه. الكلام اللي بقوله لك يا سليم لازم يتنفذ. في ايه؟ في ايه يا شيخ جابر؟ انت فاكرني واحد من رجالتك لما هتديله امر يقول لك سمعا وطاعنا مولانا ولا ايه؟ انا بشتغل معاك مش بشتغل عندك. ده كان اتفاقنا من الاول. سليم، اتفقنا اننا نساعدك تاخد حقك، في نفس الوقت تنفذ اللي يطلب منك. دي قصاد دي. لو اتقبض عليك دلوقتي هنعمل ايه؟ ما اتقبضش عليا لان انا كنت مخطط كل حاجه وعارف كويس انا بعمل ايه. وليه يا ابني في خطر اصلا؟ عشان اللي في المستشفى ده يبقى ابويا. ماشي يا سليم، اديك شفته يا ابني واطمنت عليه. ممكن تهدى بقى لغايه ما نخلص اللي ورانا؟ ان شاء الله. ها، مش هناكل لقمه بقى على بعض؟ اغير هدومي واجي اكل معاكم. الله 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 الله. هو انت هنا؟ ده انا كنت لسه هكلمك. اقعد اقعد. ربنا يخلي حضرتك. اتفضل يا فندم. انا تحت امرك اي وقت انت عارف. يا اهلا بيك، يا اهلا بيك بيتك. طمني الاخبار ايه بقى؟ سليم كلمك ولا لسه؟ لا بس اتقابلنا. اتقابلته ازاي؟ كان رايح لابوه في المستشفى وانا كنت مستنيه هناك.
لكن للاسف هرب. وانت ما كنتش عامل حسابك ليه؟ ينفع كده؟ كان لازم تعمل حسابك. قول لي بقى، انتوا بتعملوا ايه دلوقتي يعني؟ بتفكروا ازاي؟ دي الخطه بتاعتكم ايه؟ الدكتور حسن. دكتور حسن. ده الدكتور، مش ده الدكتور بتاع السجن؟ مش ده مات؟ لا، ما لحقوه في اخر لحظه يعني، وهو من ساعتها في مستشفى السجن. بس احنا مش قايلين لحد، دي اوامر اللواء سيف علشان يعني ما حدش يتعرض له تاني. يا سلام، انا بيعجبني تفكير اللواء سيف قوي قوي. طب انتوا استجوبتوه ولا لسه؟ لا يا فندم، مستنيين ان حالته يعني تسمح علشان نستجوبه. ساعتها هنعرف مين اللي ساعد سليم ومين الخاين اللي في الوزاره. طب لما توصل